بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم على أشرف الخلق الشفيع المصطفى الهادي البشير سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. طبعا كنت اتكلمت معاكم في تقاوي 00 اللي هو بداية البحث. تقاوي 00 اللي هي بداية البحث أو بداية الموضوع. تقاوي 00 عايزين نزرعها، فطبعا أنا زرعتها وكلمت حضراتكم قبل كده وقلت بأن أنا زارعها في آثاري وزارعها في صواني وزارعها في أرض مكشوفة، بس برضو صواني كده كبيرة عريضة مليانة، يعني فيها تربة طرية جدا على قد التقاوي، بحيث بعد الإنبات أقدر أعمل اللي أنا عايزه، أقدر أنقل النبات، لأن النبات بتنقل وهو مفيش صغير جدا جدا جدا، فالتربة تكون طرية وتكون سهلة، بحيث لما أجي أشيل النبات من قلب الصينية الكبيرة دي، صينية كبيرة مش صواني صوب. صواني الصوب حاجة، والصينية اللي أنا بتكلم عليها ديت كأنك زارع في أرض مكشوفة، وتسيب التربة طرية. بمجرد ما 00 ينبت عندك بقى نبات، اوقف خالص، ما عادش تشد مية مطلقا لغاية ما تنقل الزرع، لغاية ما تنقل الزرع بتاعك في مكان يبقى أوسع وتقدر تاخد الأجنة منه. فطبعا نباتات 00 أنا بس أديلكم نبذة دلوقتي وهوريكم نباتات 00 معايا قد إيه. يعني أنا معايا نباتات 00 كتير جدا، وأنا اللي عاملها وأنا اللي مطلعها وأنا اللي شغال عليها. حاجات بسيطة وحاجات سهلة، وأنا كلمت حضراتكم قبل كده وقلت لكم الأمور دي سهلة، كلها سهلة والله. أتمنى إن طب ما إحنا في الموسم أهو، ليه ما تاخدوش منه؟ إحنا في العلوة الصيفي أهو شغالة ومزهرة حاليا، مزهرة حاليا. ليه المزارع ما يروحش رشة فطري ولا رشتين فطري يكونوا حلوين، بريفيكيور أو روداميل جولد مانكوزيب أو ريفاس أو إكواجين أو أي مبيد فطري يكون حلو يكون جميل، والله نسبة العقد هتبقى عندك ما في زهرة واقعة أبدا، وتقوم راجع بعد منها رشلك برضه رشة حشري، يعني بحيث إن نسبة التسقيط تبقى ما فيش، مش موجودة. الزهرة اللي تطلع عندي تعقد. ده بالنسبة إيه لموضوع التقاوي اللي هي 00. هوريها لكم دلوقتي. أنا طبعا عملت منشور واتنين برضه وعرضته لكم تشوفوه، بس أنا مش عارف يعني نسبة الاستيعاب من اللي أنا بعمله إيه. يعني أنتوا لو بصيتوا في المنشور حتى من غير أي حتى تخلق هتلاقي مكتوب تقاوي 00 اللي هي الصغيرة اللي إحنا بنطلعها من ثمار البطاطس، هتلاقي مكتوب كده هو إنتاج الأجنة من تقاوي 00. ده آخر حاجة أنا عملتها، آخر حاجة أنا عملتها وموجودة. خشوا على الصفحة بتاعتي هتلاقوا الحاجات دي موجودة. فأنا بكلمكم أنا بنفسي علشان تبقوا أنتوا عارفين إن إحنا ماشيين لغاية إيه، زراعة تقاوي 00 لإنتاج الأجنة اللي هي البطاطس الصغيرة، الأجنة اللي هي البطاطس الصغيرة. ماشي كده تمام؟ فأنتوا شوفوا أمور بسيطة، والله العظيم والله العظيم أنتوا ممكن تنتجوا وأنتوا مستريحين جدا وحاطين في العلوة اللي أنا فيها ده هي. يعني أراضي البطاطس دي كلها ما فيش فيها ظهر خالص، فيها يا جماعة، يا جماعة لله يا أخي لمصلحتك. أنت بتروح تشتري التقاوي يا أخي ده أنت لو عملت 10 15 صينية بس هيعملوا لك بدل الفدان 2، لأن أنت لسه هتزرعهم جيل أول جيل تاني من تيوبر بيديك التقاوي الصيفي. يا أخي إحنا كان بنضحك علينا، التقاوي اللي إحنا بنجيبها دي ما تساويش 5 أبيض. تقاوي البطاطس اللي إحنا بنجيبها ديت
انا عايز اقول لحضراتكم والله ما تساوي خمسة ابيض. واحيانا تيجي مصابه يعني. لما جبنا كارا النسر من قيمه حوالي 3 4 من قيمه حوالي 5 6 سنين، كارا النسر، وطلعت مضروبه كلها مضروبه. ايه اللي احنا عملناه؟ ما كانش فيها عفن؟ العفن البني ما كانش فيها، لا كان فيها عفن بني وانا شايفه بعيني. شفته عند واحد هنا مزارع من عندنا في البلد، قال لي تعالوا استاذ سامح، قلت له او مضروبه، لانها عامله بعد تحت الجلد بتاع الضرنه على طول هتلاقي سير اسمر كده مدور كده مع اللحم بتاع البطاطساي. ده انت ده جاب العفن البني. واللي زرعه وما خدش باله، انا رحت تابعت في السنه دي اللي زرعه وما خدش باله عنده مرض التفاف الصوراخ، التفاف الصخو الاوراق بنسبه عاليه جدا. برضه فحصت وشفت. في ناس بتعتمد عليها كتير في الامور، في الحاجات ديت. يعني انا طلعت معاش والعمر زي ما حضراتكم شايفين والحمد لله. لكن احيانا بروح وبشوف وبمشي مع يعني كده. الناس تمل شويه ان انا اشوف الزرع وكده. ماشي. فاحنا في علوه صيفي استغلوا الظروف. ما انتش عارف تجيب شويه تقاوي يعمل لك 20 30 40 صينيه بلاش صواني. ما انتش عارف تجيب شويه تقاوي من ارضك تزرعهم في الاصاري. هوريكم زراعه الاصاري انا في بيتي. يعني انا زرع الاصاري في بيتي. النبات اللي انتوا هتشوفوه الصقنون اللي انا ماسكه في ايدي ده، واخدين بالكم، من في قلب البيت، كان زرعه في البيت. انا هتكلم وبعد ما اخلص هنريح 5 كده، هناخد 5 بريك وهرجع اكلمكم. وجميع الصور اللي انا بديها لكم، شوفوا التواريخ بتاعتها. شوفوا التواريخ بتاعتها عشان تتاكدوا ان البحث معاد. انا عايده من سنه من قبل 21 كنت بخلص دراسه الجدوى، وكنت بخلص الحاجات دي والتكاليف والمنشآت والجور موظفين وجور عمال، البنيه التحتيه كده. دراسه الجدوى برضو كبيره مش صغيره، ما علينا. حتى التهجين هتشوفوا كل حاجه، ولكن تابعوا وشوفوا كل حاجه. وفي اصناف جديده، صنف جديد موجود انا هوريه لكم. وطبعا فيه عوامل. الجيل الثاني من التهجين، انا وقفت. الجيل الاولاني كان ناجح معايا جدا جدا، وطلعت صنف جميل جدا والصفات مشتركه هنا وهنا، بسم الله ما شاء الله. لان انا قلت لكم اهم حاجه درجه الحراره والرطوبه في الموضوع اللي احنا فيه ده. حراره ورطوبه، ولكن الحراره والرطوبه سامحلنا نلعب كمان. هي سامحلنا بس درجه الحراره في مصر اللي بيقول لك جوها وجوها، وبقالنا 40 سنه نسمع. بقالنا 40، بقالنا 150 سنه. اللي يجي يتكلم يقول لك اصل هناك شكل وعندنا شكل. لا يا اخوي، هنا افضل بقى. ماشي. فالمفروض بقى ان نشوف عمليه التهجين ونكملها مع مش وقته. خلينا ماشيين في الموضوع الاول اللي هو بتاع ايه، انتاج التقاوي، انتاج التقاوي الصيفي. عرض التواريخ قلت لكم مهم عشان بس تتاكدوا ان انا كلامي كان صح لما قلت لكم انا مخلص من فتره زمنيه طويله. يعني انا مخلص حاجتي من فتره زمنيه طويله ما اتكلمت. بصوا في اي فيديو انا عملته ودققوا في الكلام بتاعه، دققوا فيه حلو، وشوفوا انا عارض. بالنسبه للصور والزراعه، الصور ممكن تقول لك ده حتى لو انا ما كتبتش يا سيدي. خليني انا مش بتاع فيديوهات، ولا انا بتاع نت، ولا بعرف اعمل حاجه. انا ما بعرفش اعمل حاجه. اذا كان حد في البيت من عندي من هنا، ايه هو اللي يقدر يعمل. بيجوا يعملوا لي المحمول ونتحدد كلمتين معاكم وخلاص وبقول زي الوقت ما انا قاعد اهو. هم اللي عاملين وهم اللي بيستتفوا كل حاجه، انا ما بعملش حاجه. انا اروح الاقي النت شغال واتحدد. فناخد 5 بريك وهرجع اكلم حضراتكم تاني على التقاوي الزيرو. ودخلنا في الاجنه وابعت لكم الصور. هبعت لكم الصور في يعني يمكن في الفيديو الجاي ده. اول ما انا ما قدرتش ابعت لكم صور في الفيديو الجاي،
هخلص كلام وهرجع احط لكم الوقت النهارده عشان تتابعوا متابعه لصيقه. ما كانش هتتابع وتفهم اللي قدامك ايه والكلام اللي انا بقوله ايه، انت مش هتستفاد حاجه. لكن انا عازز علي امور سهله وامور بسيطه. والمزارع انا الساده المزارعين نفسي نفسي تطلعوا قوي من عندكم. نفسي احنا في علوة صيفي، ليه ما استغلوش الظروف؟ المهندسين فين يا باش مهندس؟ يا باش مهندس منك له؟ المهندسين الزراعيين فين؟ البحوث فين؟ وغيره وغيره، الدكاتره فين؟ والدنيا كلها مقلوبه. يا ريت يا ريت المزارع المصري يهتم، لان الموضوع سهل جدا. لكن عشان ان فرد يعملها ما تقدرش، انت ما تقدرش تعمل فيه حاجه، كان غيرك اشطر. 5 بريك وهكلمكم تاني يا حاج.